السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا نحن المغاربة نعرف من هذا الرجل. هذا الرجل اسمه عبد الإله بن كيران، الرجل المناسب في المكان المناسب، ورئيس الحكومة سابقا والأمين الحزب في العدالة. هذا الرجل مؤهل في جميع المناصب. هذا الرجل عبد الإله بن كيران ما شاء الله عليه مؤهل، ودليل على هذا ندخلوا نشوفوا، أو دخلوا نتوما شوفوا السي عبد الإله بن كيران في المؤتمر. هذا المؤتمر كان في الخارج، ما تعقلت بالضبط واش في السعودية، المهم في الخارج. دخلوا شوفوا السي عبد الإله بن كيران، الطريقة باش كيهضر وبالقوة والشخصية والهبة، تبارك الله، باش واقف كيفاش الطريقة باش كيهضر، باش واقف. راه تبارك الله السيد هذا مليء بالمعقول، راه كيبغي غير الخير للبلاد ديالو. المهم نشوفوا اشنو واقع في هذا الموضوع اللي كان هجوم شديد على هذا السيد المناسب، تبارك الله عليه. ونبداو من هاد الصحفية اللي قالت زعما ما عجبهاش الحال، وانا ما نعرف شنو علاش تا قلتها. نسمعوا. طيب، ما تفكروا ابدا انه هم هو تراجع عن موقفه، لا هو بقي على كلامه وقال انه الدراسه والتعليم وسن التخرج بيخلوا المراه تعزف عن الزواج وتواجه مرحله العروسه. انطلاقا مع قناعاتي الواردة، يعني المأخوذة من مرجعيتي الإسلامية أولا ثم الاجتماعية الأخرى. وأنا شخصيا يعني من الذين يؤمنون بأن حق التعليم والتعلم للمرأة يعني هذا حق يعني شرعي، ماشي تنازلنا فيه، لا. لكن الذي راه هاد السيد هذا راه مبرهن ثقافيا ودينيا، و زعما في المستوى ما كاينش زعما لاش اعتراض ولا شي واحد راه في المستوى السيد، راه السيد مؤهل، تبارك الله عليه. نكملوا. وقع هو أنه واحد العدد من هذا، يعني واحد الوقت استقر في عرف المجتمع أن أي فتاة تقدم لخطبتها وكانت تدرس سواء في الثانوي أو في الجامعة، يعني هي كتقول هي اقتنعت بأنها حتى تكمل قرايتها عاد تزوج، والوالدين ديالها ولاو حتى هما تيقولوا نفس الكلام. أصبح هذا عرفا اجتماعيا، وبدات واحد الظاهرة ديال التأخر ديال الزواج ديال النساء. يتأخروا ولا ما يتأخروش، كاع ملي كيتزوجوا الحمد لله مركزوا. الله لكن يسهل واحد عليهم. الوقت ولاو البنات ما كيكملوا الدراسة ديالهم إلا في الحدود ديال 25 26 عام، ما كيتزوجوا في المعدل إلا في 30 عام. وطبعا كاينين اللي ما كيتزوجوش. داك الساعات الكلام بدا على أنه يعني هما اللي اختاروا هاد الطريق وشي بس ما كاين. ولكن يعني ملي ولاو البنات ديالنا اللي قراو تبارك الله وكذا الى اخره وتوصلوا ل 40 و50 عام ما كاين زواج، ما كاين ولاد، ما كاين، بدات ظاهره مؤلمه ومؤسفه. انتم خايفين من النتائج ديال الانتخابات المقبله وتتقلبوا انتم لا باش تطيحوا على الاله كده، باش تطيحوا على العداله والتنميه. حلوا المشاكل وطيحوا هذيك الساعات، غنحلوا هذه المشاكل. فهمتي؟ وانا نقول لكم شتيو هذا الشيء اللي كنديروا ماشي غيطيحنا، غادي يطلعنا، غيتاكدوا. لان المغاربه متفقين معايا انا، ماشي معاكم نتوما غالطين. احنا معنا من الرباط سعاد بطل، محامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب. أهلا. عرفناكم واشنو غادي تقولوا، ما غادي تقولوا والو. داكشي كاين لاش نسمعوا ليه.